اهلا وسهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد التحليه بالفريز كتجي اكثر من رائعه بواحد الطبقه ديال هنا ديال فاني. كتجي زوينه بزاف وكتجي عاقده وكتجي لذيذه. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير، شوفوا معايا لا تكستور ديالها كيفاش دايره. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير وسجلوها عندكم لشهر رمضان الكريم، وكنتمنى انه يدخل عليكم بالصحه والعافيه وبرزاق وباش ما تمنيتو ان شاء الله. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي كنتمنى انها تشترك وتبارطاجي لا فيديو ديالي مع الاصدقاء. كما شفتوا ها هي راه كتجي عاقده وكتجي لذيذه وكتجي زوينه. تبعوا معايا الوصفه الاخير ويلا وتشوفوا. بالنسبه للطبقه الاولى كناخذوا نص لتر هنا الحليب، نص لتر ديال الحليب. كناخذوا معاه 3 المعالق ديال النشا، نشا الذره، 3 المعالق ديال السكر حتى 4 على حسب يعني الحلاوه، يعني 3 المعالق راه كافيه. وكناخذوا واحد الساشي ديال الفاني، نقدروا نعوضوه بالنكهه ديال الفاني. ناخذوا هاد النشا، ضروري كنحركوه مع الماء مع الحليب يكون هكايا بارد. راه كتجي كريميه وكتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للفاني راه حنا كنخليوها حتى الاخير. عاد كنضيفوها، نحركو مزيان ونحطوها على البوطه. صافي كنضيفوها هنا مع التحريك. من فوا بدا تعقد لينا صافي كنطفيو عليها. صافي اون فوا كتعقد معنا حنا كنضيفو هاد فاني، كنوجدو الكؤوس ديالنا وكنضيفو هاد مورسو د شوكولا بلون كيبقى اختياري. هو غير كي يعني كيعزز النكهه. ونخلطكم مزيان نحدها باقا سخونه لينا باش الشوكولا يذوب، فهمتوني؟ كنحس به باطي. المهم نخلطو مزيان، نوجدو الكؤوس ديالنا. كنظن بانها راه دابت. صدقوني راه كتجي زوينه بزاف، وراك تشاركت معكم في القناه بزاف ديال التحليات الا رجعتوا ليهم كيجيو حتى هما رائعين. كما كتشوفوا راه نص لتر الحليب يخرج لينا تقريبا 4 ديال التحليات. انا الكؤوس ديالي راه هما كبارين، يعني راه ماشي كيهزوا، يقدروا يخرجوا لك 4 ولا 5 صغار. صافي كنخليهم هنايا على جنب يبردوا ولا ندخلهم الثلاجه يبردوا. ونوجدوا الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه اللي هي ديال الفريز كنحتاجوا ليها هنا تقريبا واحد نص كيلو ديال الفريز قطعته بهذا الشكل. هنا عندي واحد 3 المعالق ديال السكر ديال السنيده، تقدروا ديروا واحد المورسو ديال السكر. هنا واحد ساشيه ديال فاني. بالنسبه لهذا الفريز فهو انا عندي يعني ما يحتاجش انه كاع نضيف ليه حتى قطره الماء، هو لوحده غادي يطلق لهذاك لو سيرو ديالو.
نخليوه هنايا مده واحد دقيقه ولا 2 دقائق، عاد نديرهم في البوطه. بعد مرور 2 دقائق فانا كنحطو. شو معايا راه طلق كاع هذاك لو سيرو ديالو. نخليه هنايا، نخليه حتى يطيب، ومن بعد نرجع معكم تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيكون. من بعد ما الفريز ديالنا كيقرب يوجد، كناخذوا هنايا واحد نص كاس ديال الماء، كنضيفوا عليه معلقه صغيره ديال النشا، نخلطوا مزيان ونضيفوها لهذا، نضيفوها للفريز ديالنا. شوفوا الفريز كيفاش طلق الماء ديالو. كتقدروا ديروا النكهه ديال الفريز، ولكن انا ما بغيتش نديرها لانه ديجا الفريز هذا الموسم ديالو وما يحتاجش اننا نديروه كاع، غير على قبل لا كولور. مي هذا راه بقات لا كولور ديالو مزيان لانه طيب شويه. خليت هذوك الحبيبات اللي طايبين صافي، ونبقاو مع التخليط، نبقاو نحركو حتى تيعقد لينا. كيف تقدروا اللي ما كيبغيوش هكا دي مورسو ديال الفريز يطحنوا، ممكن انك حتى يكمل في الطياب وطحنيه حتى هو ماشي تيجي حتى هو زوين. شو معايا القوام ديالو كيفاش كيجي زوين بهذا الشكل. عاش كيبان مع الاضاءه ما كيبانش. وها نتوما لا كولور ديالو راه بقات حمراء، ما تحتاجش كاع انه تزيدوا ليه كاع النكهه ديال الفريز. من بعد ما بردت لينا الكؤوس ديالنا، مازال غادي نزيد، مازال نخليهم يبردوا. غادي نضيف هاد فريز بهذا الشكل. من بعد ما عمرت الكؤوس ديالي غادي ندخلهم الثلاجه يبردوا ونتلاقى معكم. شوفوا كيفاش كيجيو زوينين كما كتشوفوا. من بعد ما بردوا فهما كيجيو على هذا الشكل، كيجيو عاقد وكيجي زوين كيجي لذيذ. كنتمنى ان الوصفه والتحليه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتسجلوها عندكم للشهر الكريم. وباي باي عليكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.